ذكرت وسائل إعلام جزائرية قبل قليل خبر يقول إن مستخدمين بمكتب شقيق رئيس الجمهورية سعيد بوتفليقة قرروا الالتحاق بالحراك الشعبي بعد أكثر من شهر من بدايته، وإشارات التقارير ذاتها إلى أن الموظفين والعمال رفضوا تنفيذ أوامر السعيد وقرروا الالتحاق بالحراك الشعبي. والحقيقة هي أن مكتب سعيد بوتفليقة لا يعمل تقريبا منذ أكثر من أسبوع وهو بلا مهمة ولا وظيفة، بمعنى أن ما أعلن أو تم ترسيبه من تمرد المستخدمين الإداريين جاء بعد فوات الأوان ونهاية نفوذ سعيد بوتفليقة من أجل تأكيد الموقف الوطني للمستخدمين الذين عملوا لسنوات تحت إمرة شخص غير ذي صفة دستورية، ربما من أجل الحصول على حماية قانونية بحكم مساهمتهم في تصرفات غير قانونية ولا علاقة لها بالدستور. ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن السلطات منعت أكثر من 100 شخصية سياسية ورجال أعمال من السفر إلى خارج الوطن، وأوردت صحيفة البلاد عن مصادر رسمية لم تسمها أنها قد جرى اتخذ إجراء احتراز منع على إثره إقلاع 11 طائرة خاصة من مطارات الجزائر نحو الخارج. وحسب مصادر الصحيفة فإن الطائرات الخاصة التي منعها من الإقلاع تعود لرجال أعمال وشخصيات معروفة، ويأتي ذلك في خضم التطورات التي تعيشها البلاد منذ إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شهر فبراير الماضي نيته ترشح لولاية خامسة، ما دفعت بخروج الملايين من المواطنين رفضا للخطوة. آخر هذه التطورات كانت خروج رئيس أركان الجيش الجزائري أمس الثلاثاء من الحياد الذي كانت تتسم به المؤسسة العسكرية تجاه مظاهرات العهدة الخامسة للمطالبة بحجب الثقة عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ونقلت وسائل إعلام جزائرية أن أحمد قيد الصالح رئيس أركان الجيش الجزائري خرج للمطالبة بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتطبيق المادة 102 من الدستور. وكان رئيس الأركان الجزائري ينأى بالجيش عن الخوض في نقاش الولاية الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة، مكتفية بالإشادة بالمتظاهرين وسلمية احتجاجاتهم. لم يعد سؤال الآن متعلقا بموضوع بقاء الرئيس بوتفليقة في منصبه من عدمه، وهذا بعد أن حسمت الدولة العميقة مصير نظام حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي تواصل 20 سنة كاملة. طريقة الحسم كانت سهلة للغاية وبسيطة، وهي برفض أي دور سياسي أو تنفيذي لشقيق الرئيس بوتفليقة سعيد وناصر، وبالتالي باتت مسألة البقاء الشقيق الأكبر عبد العزيز وعميد آل بوتفليقة محسومة. وبات من الممكن الحديث عن سيناريوهات خروج بوتفليقة من السلطة وكشف مصدر مطلع بعض تفاصيل النهاية التي بدأت بعصيان بعض الوزراء لتعليمات من سعيد بوتفليقة مباشرة بعد عودة آل بوتفليقة من سويسرا. وقال هنا مصدر مطلع لموقع الجزائرية للأخبار أن الوزير الوحيد الذي بقي على الولاء لسعيد بوتفليقة كان وزير العدل الطيب لوح الذي بقي على اتصال مع مستشار وشقيق الرئيس. وقال مصدرنا إن سعيد بوتفليقة وشقيقه ناصر فوجئا برفض الآغا الوزراء لطلبات وأوامر من سعيد وناصر. المفاجأة الأكبر بالنسبة لشقيق الرئيس كانت عندما رفض مدير عام من سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور القدوم للرئاسة لمقابلة سعيد بوتفليقة، وهذا كان المؤشر الأكبر على النهاية. وقد وقع هذا يوم 19 مارس 2019، وكان موضوع اللقاء الحديث حول امتداد الاحتجاجات إلى قواعد النفط وطريقة تعاطي سوناطراك مع هذه الاحتجاجات. وقد كان ردا مدير عام سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور على طلب سعيد هو أنه مشغول الآن باجتماع مهم، ولم تكن هذه سوى البداية. فقد فوجئ سعيد لاحقا بأن عدد سيارات المواكبة الأمنية التي كانت ترافقه تم تخفيضها من قبل مصلحة الأمن الرئاسي. وفي يوم 20 مارس أوقفت مصالح الرئاسة توجيه البريد العادي الذي كان يتلقاه بالنسابة وفهم سعيد جيدا مضمون الأمر، وأدرك أن الوضع تغير وأن البساط سحب من تحت إقدامه، لكي تكون المفاجأة الأكبر في أقصائه من حضور لقاء لقيادات أمنية وعسكرية
عسكرية حضره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتأم في مقر رئاسة الجمهورية الرسمي بالمرادية. وتشير مصادران إلى أن الأمور حسمت تقريبا في 72 ساعة من يوم 18 إلى يوم 21 مارس. وقد كانت النهاية بالنسبة للشقيق الفاني ناصر بوتفليقة كان رجلا أكثر حنكة وذكاء، وقد فضل أن يترك طواعية منصبه في وزارة التكوين المهني على الأقل الآن. وعلى الأغلب فإن كبار المسؤولين في الدولة تلقوا قبل أيام إشارات من الرئيس وأسرته تفيد بأنه لا مانع الآن من المغادرة، إما عبر تفعيل المادة 102 من الدستور أو مع نهاية العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة رسميا يوم 28 أفريل القادم. كشف حساب معروف بموقع التواصل على تويتر عن إنشاء ما وصفه غرفة عمليات إعلامية في مصر لدعم جنرالات الجيش الجزائري ومساعدتهم على الوصول للسلطة والتحكم بالبلاد عقب رحيل بوتفليقة، حساب بدون ظل والذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، زعم في تغريده أنه تم إنشاء غرفة عمليات إعلامية في مصر تخدم الجيش الجزائري ومن يوليهم من المدنيين المواليين للجيش. وأوضح أن الخطة الإعلامية لهذه الغرفة محصورة في نقاط محددة، أولها تخويف الشعب الجزائري بالإسلاميين وأن عدم الاستقرار سيضر الجزائر، كذلك ضرب الأحزاب في بعضهم البعض مستغين غياب التفاهمات بينهم. وقال رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم الأربعاء إن المؤسسة العسكرية لما ولن تحيد عن مهامها الدستورية. وجاء حديث الفريق قايد صالح بعد يوم من دعوته إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية كحل للأزمة التي تعيشها البلاد. ورد رئيس الأركان الجزائري على منتقده بشأن مقترح تفعيل نص المادة 102 من الدستور التي تدعو المجلس الدستوري لإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب مرض عبد العزيز بوتفليقة. وأشار في خطاب أمام قادة عسكريين في منطقة ورقولة شرقي البلاد إلى أن الجزائر تعيش في محيط إقليمي متوتر وغير مستقر، وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه يخلفه رئيس المجلس الأمة الغرفة الثانية للبرلمان لمدة 90 يوما تنظم خلالها انتخابات جديدة. وشدد قايد صالح الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع الجزائري على أن الجيش يعرف في الوقت المناسب كيف يغلب مصلحة الوطن على كافة المصالح الأخرى، مضيفا أنها لا خوف على حاضر الجزائر ومستقبلها في ظل الجيش الوطني الشعبي. وفي سياق متصل ذكرت وسائل إعلام الجزائرية اليوم أنه جرى منع 11 طائرة خاصة تابعة لرجال أعمال وشخصيات معروفة من مغادرة مطارات البلاد. أكدت صحيفة لا تريبين دو جنيف الأربعاء أنه تم إدخال الرئيس بوتفليقة إلى المستشفى الجامعي بجنيف خلال إقامته الطبية الأخيرة في سويسر تحت هوية مزورة. وقالت الصحيفة السويسرية إن عبد العزيز بوتفليقة خضع للإقامة الطبية في المستشفى الجامعي باسم مستعار وتاريخ ميلاد مزيف وفقا لمذكرة للسلك الطبي التي اطلعنا عليها، تشير إلى أن الرئيس الجزائري يدعى عبد المجيد عيسى وأنه ولد في 5 يوليو 1983. ووفقا للمذكرة التي نقلت الصحيفة السويسرية تفاصيلها، فإن الرئيس بوتفليقة عانى من التهاب في الجهاز التنفسي الرئوي، الأمر الذي يتطلب تركيب جهاز التهوية للمساعدة على التنفس. وتشير الصحيفة إلى أن هذه الفترة الطبية الخاصة بتركيب الجهاز التنفسي دامت أكثر من ساعتين بناء على طلب الفريق الطبي للمريض. كما تشير الصحيفة إلى أن الرئيس بوتفليقة قدم إلى جنيف مع 4 أطباء جزائريين من بينهم أخصائي أمراض القلب وأخصائي التخدير وأخصائي أمراض داخلية الذين يعملون كمترجمين فوريين يتحدثون في كثير من الأحيان مكانه، لأن الرئيس يعاني من فقدان القدرة على أول رد زعيم حزب سياسي على دعوة نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح المتعلق بتفعيل المادة 102 من دستور الجزائر
الجزائر حول شغور منصب رئيس الجمهورية جاء من رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي تشير الكثير من المصادر ومن بينها وثائق الخارجية الأمريكية المسربة ويكيليكس إلى أنه حزبا تم خلقه في مخابر DIS الجنرال توفيق. رد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعيباس على دعوة قائد الجيش الوطني الشعبي الفريق قائد صالح بلغ إلى حد توجيه تهم ثقيلة للرجل رقم 1 في وزارة الدفاع الوطني الآن محسن بعباس أمس في ندوة صحفية نزع عن الفريق أحمد قائد صالح صفة نائب وزير الدفاع الوطني مكتفية بتوصيفه بمنصبه العسكري التقني كرئيس لأركان الجيش قائلا إنه لا يجوز للفريق قائد صالح الحديث بصفته السياسية كنائب لوزير الدفاع الوطني بحكم أن الحكومة التي ينتمي غليها تمت إقالتها بصفة رسمية. وأشار إلى أن الفريق قائد صالح خاطب الجزائريين بصفة قائد أعلى للقوات المسلحة. محسن بلعيباس السياسي المعارض أستمد كل هذه الجرأة في انتقاد الرجل القوي الآن في الجزائر من جهة يعرفها هو جيدا وعلى الأغلب ليست سوى جناح الجنرال توفيق في السلطة، وإلا كيف يمكن للسيد محسن بلعيباس أن يصل في ندوته الصحفية أمس إلى حد الحديث عن محاكمة عسكرية للفريق قديد صالح؟ وبعيدا عن التشكيك في نوايا محسن بلعيباس في انتقاد الفريق قائد صالح، فإن ردة الفعل هذه تعد الانتقاد الإشروس الذي يتعرض له نائب وزير الدفاع الوطني في الحكومة المقالة، وهو ما يدفع للتساؤل حول الجهة التي أعطت للسيد محسن بلعيباس كل هذه القوة.